مساء الخير. عامة الفيديو دوت ما كانش مترتب له، وانا كتبت مجرد بوست ولقيت تعليقات من ناس بتفتي. ده الطبيعي ان البافج. فدلوقتي انا حابب اتكلم عن البافج، عن اللي انا عاصرته بنفسي. يعني انا مش هتكلم عن القوانين ولا الحاجات، مش هكتب، انا كتبت خلاص. انا هتكلم دلوقتي عن اللي حصل بالظبط. هو حاول اختصر بسرعة. بعتذر لكم مبدئيا على صوتي، انا عارف ان صوتي مزعج جدا، بس خلقت ربنا يعني. لو هغير فيها ابدا بوش احسن. ما علينا. دلوقتي في الجامعه، لما الواحد بيتقبل في الجامعه، اللي انا اعرفه ان بيكون واخد الثانويه العامه من المانيا وبيدرس طول عمره في المانيا. زي انا بدرس من 5 ابتدائي في المانيا. بتيجي تقدم في الجامعه، بتعرفهم الحاله الماديه لاسرتك ودخل اهلك، يعني والدك ووالدتك، ودخل اخواتك. وبعد ما بيدرسوا الكلام ده بياخدوا حوالي اسبوعين، بيطلبوك تاني تروح تتكلم مع الموظف. هو ده يكون في شؤون الطلبه. فانا رحت هناك واتكلموا معايا، قالوا لي الدخل بتاع اسرتك يؤهلك انك تاخد المساعده اللي هي البافج. البافج مساعده للطلبه، بتدفع نصها للحكومه بعد ما تخلص دراسه. لما تبدا تشتغل تبقى في شغل متثبت وعندك دخل قادر انك ترجع الفلوس. بطل تزاولني. قادر حسبنا الله ونعم. قادر ترجع الفلوس ديت. بتبدا الحكومه تاخد منك نص اللي هي دفعته لك، وانت بتاخد منها وانت بتدرس. يعني مثلا لو اديتك 5000 يورو في الثلاث سنين اللي انت بتدرس فيهم، ده كمثال طبعا، هتديك اكتر، ترجع لهم 2000 ونص بس. ال 2000 ونص التانيين بيعتبروا كانهم كادو من الحكومه او يعني مكافاه على ان انت ضيعت السنين دي من عمرك في ان انت كنت بتدرس وبتفيد العلم بدل ما تشتغل، وزي ما الأغلبية بتعمل هنا في ألمانيا. الجامعة مش محبذة زي مصر أو حاجة أساسية. الناس هنا من بعد الريال شولة تبدأ الأوس بيلدونج بتاعتها وتبدأ تشتغل في كل المجالات، بس بتبدأ يعني من الصفر. لكن الواحد اللي بيبقى دارس في الجامعة بيبدأ على طول في المراكز الإدارية. فالبافج بتاعي حددوا لي ان انا اخد 422 يورو ما دام انا عايش مع اهلي. بعدين انا قررت ان انا اجي جيسن وادرس فيها جنب الجامعه دي، بعيده عن اهلي ب 77 كيلومتر. فانا قلت لهم ان هي المسافه بعيده، انا باخد ساعتين على الاقل رايح وساعتين جاي، بكون اصلا نسيت انا جيت الجامعه ليه. هم اقتنعوا وقالوا المسافه ديت بنقدرها ان انت محتاج تسكن في جيسن، فالسكن تسكن في مساكن الجامعه. مساكن الجامعه بتبقى ارخص من اي شقه. يعني انت لو عايز شقه بتكون بحدود 300 على الاقل، لكن في مساكن الجامعه بتكون ب 200 يورو بالظبط او 210 في الحدود دي. قدمت على سكن، قاموا بعتلي جواب اوتوماتيك من البافج ان انا دلوقتي دخلي بقى محتاج ان انا اخد في الشهر 600 بدل 422. فانا حاليا باخد 600 يورو من الحكومه الالمانيه. المفروض بعد ما اخلص دراسه هرجع لهم 300 على كل شهر. لو في حاله الجواز واني بقيت انا الدخل الوحيد، يعني زوجتي مش بتشتغل وخلفنا، فيبقى انا دخلي غير قادر ان انا اسدد فلوس البافج. في الحاله دي بيسقط من عليا النص اللي انا لازم ارجعه للحكومه. وفي حالات كتير تانية ممكن اشتغل حتى لو ما اتجوزتش وخلفت. لو اشتغلت اي شغلانه تخلي دخلها ليا اقل من ان انا اصرف على نفسي لو دفعت اللي عليا للبافج، فبيلغوه من عليا. ده انا كتبت عنه بوست كان سياسي الصراحه، ما كانش بحجه ان انا افهمكم البافج بيتعمل ازاي والايه. بس في ناس كتير مش فاتت، يعني هي كذبت من غير ما تقول كذبت ليه، يعني من غير ما تقول الدليل ان الكلام ده غلط. في اشاعه طبعا من الاستاذ اللي ورا الكاميرا اللي مزودني اللي مش عارف اتكلم منه دوت، بيقول انها هتكون للطلبه الاجانب كمان. يعني انا اللي اعرفه لحد دلوقتي ان هي للطلبه اللي درسوا في المانيا ومعاهم ثانويه عامه من المانيا. لكن هو بيتكلم على ان اللي درس في مصر وجاي يكمل تعليمه هنا، واي بلد تاني وجاي يكمل تعليمه هنا، هيقدر ياخد بافج هو كمان من اول 2016. هو قال ان اتكلم مع موظف، صح؟ المهم هو ده محمد عبد السلام، وهبقى انشر لكم الاكونت بتاعه عشان لو حد عايز يديله بالجزمه انا ما عنديش اي مانع خالص. شكرا، مع السلامه.